حينما لا يتسع القلب للحب يذهب العقل. أنا اسمي إبراهيم، عندي 30 سنة، شغال كيميائي في شركة أصباغ. أنا متخرج من كلية علوم كيمياء. بعد ما خلصت اشتغلت في أماكن كتير جدا، مرة في معامل تحاليل وشركات أدوية، لحد ما استقريت في شركة الأصباغ دي. بقالي فيها تقريبا 3 سنين، والحمد لله وضعي كويس في الشركة ومرتبي كويس. الشركة اللي كنت شغال فيها دي صاحبها كان مخلي بنته هي مسؤولة عن الحسابات والإدارة عامة، على أساس إن والدها كان تعبان وهي اللي ماسكة كل الشغل تقريبا بدله. والدها كان بيحبني جدا ومبسوط من شغلي، لكن بنته كانت العكس، لدرجة إنها أوقات كانت تكلمني بشكل مش كويس قدام الموظفين والعمال. بس أنا ما كنتش بسمح لها بكده، كنت برد عليها، والمواضيع دي اتكررت أكتر من مرة، لدرجة إني فكرت أسيب الشركة وقلت لوالدها على كده. هو رفض. ما كانش في سبب معين يخليها تعاملني كده، يمكن من وجهة نظرها إنها شايفاني مغرور، زي ما يكون الشركة بتاعتي أنا مثلا. المهم حصل موقف تاني وقلت لها انتي عايزة ايه؟ عايزة ايه مني؟ لو عايزاني اريحك واسيبلك الشركة انا مستعد، حتى لو والدك رفض برضه. ردت عليا وقالت لي لا، انت مش فاهم انا بعمل كده ليه. والكلام ده طبعا كان في مكتبها. قالت لي بالعكس، انت شاطر جدا ومجتهد، وانا معجبة جدا بيك وبشخصيتك، وبصراحة انا بحبك. انا مكنتش حابة اقولك كده، وكنت عايزاها تيجي منك انت، بس انت اللي اضطريتني اعمل كده. طبعا انا متوقعتش منها تقولي الكلام ده ابدا. دي اخر واحدة ممكن اسمع منها الكلمة دي، انها بتحبني، يعني بسبب طريقة كلامها وتعاملها معايا. ما بقتش عارفة اقول لها ايه. رحت ردد عليها وقلت لها فجأة كده، انا عازمك النهاردة على الغدا بعد ما نخلص شغل، وما تقوليش لا. عزمتها، وكانت عايزة حتى هي تدفع الحساب في الاخر، وانا رفضت وقلت لها انا الراجل ومش هتعملي صاحبة المصنع عليا هنا برضو. ضحكت ولقيتها اتحولت إنسانة جديدة غير اللي بشوفها كل يوم. استمرت قصة الحب دي ما بيننا فترة كبيرة. هما كانوا ساكنين في فيلا، وفي مرة كانوا عاملين زي احتفالية كده سنوية، وكانوا عازمين كل اللي شغالين في المصبغة. أنا حبيت أعمل حركة كده، قلت يعني أجيب بوكي ورد ودبلتين وأعمل لها مفاجأة وأفرحها، وفعلا عملت كده قدام كل الناس. قبل ما اعمل كده طبعا علشان الاصول كنت طالبها من باباها، بس ما قلت لهاش، وهو كان مرحب جدا، وقلت له على اللي هعمله في الحفله، ووافق. وعملت كده واتخطبنا تقريبا 6 شهور، وخدت شقه وجهزتها. ولاحظت في سلمى انها يعني هي متسلطه حتى شويه في الراي. لما كنا بنظبط الشقه ونفرشها كانت هي اللي عايزه تختار كل حاجه، والالوان، كل حاجه تخص الشقه، بحجه انها عروسه بقى وحابه تفرح. يعني كنت بسيبها براحتها وما كنتش بعلق. عملنا الفرح واتجوزنا، وقعدنا 6 شهور وما حصلش حمل. وطبعا الكل كان بينصحنا روحوا للدكاترة وما تسكتوش على نفسكم كده، يعني الكلام بتاع الناس عامة. بعد فترة رحنا للدكتور وعملنا تحاليل أنا وهي. وفي يوم رحت أجيب التحاليل دي، والدكتور فاجئني وقال لي إني عقيم ومش بخلف. بعد ما سمعت منه الكلام ده ما بقتش مصدق، ومش عارفة اتصرف ازاي. حسيت الحياة وقفت فجأة، وكل حاجة خلصت وانتهت عند الجملة اللي الدكتور قالها لي، اني عقيم ومش بخلف. واعمل ايه؟ اروح لسلمى واقول لها على اللي حصل ده؟ اقول لها اني مش بخلف وحياتنا مع بعض هتستمر ازاي؟ وهي رد فعلها هيكون ايه؟ هل هتكمل معايا وتعيش من غير ما يكون حتى عندها طفل يفرحها زيها زي اي ام؟ ولا هتسيبني وحياتنا هتتدمر مع بعض؟ روحت البيت وسألتني على النتائج بتاعة التحاليل. قلت لها احنا بس محتاجين شوية منشطات الدكتور قال لي عليها، والحمد لله مفيش اي مشكلة تانية، هو بس مجرد وقت بسيط وان شاء الله نخلف. انا عمري ما كنت حابب اكذب عليها، بس انا مش عايزة اخسرها وهدم بيتنا والحب اللي ما بيننا ده. عشان كده عملت كده، على امل ان يكون في علاج امشي عليه، ويكون في امل اني اخلف، مع ان نسبة الخلفة عندي ضعيفة جدا. استمريت في الكذبة دي 1 سنة تقريبا، وكانت بتسألني وتقولي كل مرة نروح لدكتور تاني نطمن اكتر. كنت بتخض اول ما تقولي الكلام ده، مع اني مش ناسيه، بس بيزود الجرح على جرحي. كنت برد عليها اننا ما نستعجلش، وسنة مش كتير. بعديها بايام هي تعبت فترة كده وراحت لدكتور وكشفنا، وقال انها حامل. اول ما سمعت كده ما بقتش عارفة اتصرف ازاي، افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه. انا للاسف دماغي راحت لحاجات مش كويسة، وقلت لنفسي ازاي. هي كانت فرحانة جدا، وكانت مستغربة حتى من رد فعلي، لاني كنت ساكت. وبعديها العلاقة ما بيننا بقت كلها جفاء في جفاء. لقيت نفسي بعدت عنها، وبقيت اراقبها واشوف هي بتكلم مين، بتخرج بتروح فين، بس ما لقيتش حاجة غريبة بتعملها، ولا لقيت حاجة كمان متغيرة فيها.
شهور الحمل عدت وخلفت ولد، وحتى هي طلبت مني أسميه بعد ما خلفت. أنا رفضت وكنت متعصب عليها حتى في الوقت ده، وقلت لها معلش ده أنا متعصب بقى ومضغوط وشغل وبتاع. حتى ما كنتش حابب أشيل الولد مع إنه ابني، بس جوايا أحاسيس بتقتلني وشكوك. هل الولد ده ابنك؟ يمكن إرادة ربنا هي السبب وربنا كرمك وخلفت. بعديها بفترة فكرة الDNA هي اللي كانت بقت ملازماني طول الوقت. هو الولد كان صغير مكنتش عارف اخده ازاي، وفي مرة هي شدت معايا شوية في الكلام وقالت لي مالك متغير كده ليه معايا؟ حتى ابنك حساك مش حابه ومش راضي تشيله حتى ومش مبسوط كده، في ايه؟ انت في مشكلة عندك؟ رحت انفعلت معاها في الكلام وقلت لها ده مش ابني. قالت لي اخرس ولا كلمة، انت ازاي بتقول كده؟ انت ازاي بتشك فيا؟ قلت لها انا مش بخلف، ده ابن مين؟ انطقي. اتصدمت من كلامي وقعدت تبكي. قلت لها دي دموع تماسيح. قلت لها ردي عليا بدل ما افضحك، ده ابن مين؟ بعد الكلام ده حضرت شنطتها وخدت الولد وراحت عند ابوها، ولقيت ابوها تاني يوم بيكلمني وبيقول لي طلق بنتي، وبخصوص ابنك ولا مش ابنك احنا هنعمل تحليل DNA. المهم بعديها بيومين رحنا احنا التلاتة انا وهي وابوها وخدنا عينة، وبعديها ب3 أيام طلعت النتيجة وقالوا لي ده ابنك. انا ما صدقتش، قلت اكيد ابوها اتفق مع بتوع المعمل واداهم فلوس. وبعديها على طول رحت المحامي خليته يرفع قضية اسقاط نسب، هما رفعوا برضو قضية طلاق للضرر وانا ما رضيتش اطلق. انا حاسه ان عندي حالة ذهول ومصدوم، وحاسه ان مش انا اللي اعمل كده. هل انا ظالم ولا عندي حق؟ ودي رسالة وصلتنا وردنا عليك كالآتي. بص يا ابراهيم، والله انت عملت مشكلة من لا شيء، لان الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. انت زي ما قلت لنا حياتك كانت مستقرة والمستوى المادي كويس الى حد ما، لكن ما كانش عندك غير مشكلة واحدة بس ظهرت مؤخرا، وهي مشكلة الخلفة. والحمد لله بعد فترة ما تعتبرش كبيرة ربنا كرمك وإرادته كانت فوق كل شيء. ربنا رزقك بولد، يعني نعمة كبيرة جدا وفضل انت ما حسيتش بيه. ده في ناس بيفضلوا سنين منتظرين كرم ربنا، وانت علشان سنة واحدة بس ولا سنتين بدل ما تفرح وتحمد ربنا انك بقيت اب، لا. ازاي؟ ما كانش في بالك غير الشك في زوجتك اللي مش مبني حتى على اي دليل، ويوم ما قررت تراقبها حتى ما مسكتش عليها غلطة. بدل ما ترجع لربنا وتستغفره انك اتهمت زوجتك بالباطل، لا، فضلت مكمل في غلطك ده وبتتهمها اكتر. وخلال فترة حملها وزع الشك فضل يكبر يكبر مع الوقت، والشيطان عمال بيغذي فيك الشك، مع انك في البداية كنت غلطان انك ما صرحتهاش انك عندك مشكلة في الخلفة، وخفت لانها تسيبك، مع ان ممكن كان يحصل العكس، لانها بتحبك كانت هتقف جنبك وتتعالج وتروح لكذا دكتور وتنتظروا النتيجة من ربنا، سواء بقى انكم تخلفوا او لا، دي حاجات كلها بمشيئة الله. لكن انت غلطت وفضلت مكمل في غلطك ده برضه، ومراتك مصدقاك لانها بتحبك، واكيد كانت مفكرة ان ممكن يكون عندها برضه مشكلة في الخلفة وتوهمت بكده. انت فكرت في اسوأ شيء ممكن حد يفكر فيه. انت حتى لو كان عندك شك في الموضوع ده ومسبب لك مشاكل نفسية، كان ممكن تاخد الولد بأي حجة بقى وتروح تعمل تحليل DNA، بدل ما ترمي مراتك بالباطل وتفضح الدنيا وتسمعها كلام صعب في وقت كانت محتاجالك فيه. دي كانت لسه والدة وتعبانة، عارف يعني ايه؟ الفترة دي بعد الولادة بتكون صعبة جدا على اي ست، وبتكون تعبانة ومحتاجاك جنبها، مش تسمعها كلام في شرفها. ليه؟ علشان اوهام؟ ياريت عندك دليل واحد حتى تبني عليه كلامك ده. انت للأسف عايزة اقولك انت عندك مشاكل مع نفسك ومع تعاملك مع الناس، وعندك سوء فهم وتصرف. ليه كل القصة دي؟ الموضوع ابسط من البساطة نفسها، بس انت اللي كبرت وضيعت من ايدك بنت جميلة بتحبك، واضح جدا انها من اسرة محترمة وكلهم بيحترموك ويحبوك، من اول والدها اللي من وقت ما وافق يجوزها لك من غير حتى ما يبص الفرق ما بينكم. اي نعم الفرق مش كبير جدا، بس هو شافك مناسب لبنته وحس انك بتحبها، فليه تخليه يفقد الثقة دي فيك اللي انت ما قدرتهاش؟ عايزة اقولك استغفر ربنا على الفضايح اللي حصلت دي بسببك، وارجع لزوجتك واطلب منها انها تسامحك هي ووالدها، وقول لهم اي حاجة بقى، ملبوس، كنت ساعتها حد عامل لي عمل ما كنتش في وعي، يمكن هي تسامحك. اتمنى يحصل كده، لان الموضوع صعب جدا جدا على زوجتك، واعتقد على اي ست ممكن تتحط في موقف زيها كده. هي ما حسيتش بالامان بعد اللي عملته معاها ده، هتسامحك ازاي؟ مش عارفة. المهم اعمل اللي عليك واطلب منها تديك فرصة تانية، وعرفها انك غلطت غلط كبير. وعايزة اوجه رسالة لكل الناس اللي بتشوفنا وكل الازواج،
قبل ما تشك في مراتك شوف نفسك الأول، انت بتعمل ايه معاها؟ اكيد الكل مش بريء، انت شوف الأول انت مقصر في ايه معاها، بتتعامل معاها ازاي. وسائل الفساد دلوقتي بقت كثيرة جدا ومن داخل بيوتنا، من أول التليفون والنت اللي ممكن أي حد يعمل مصيبة عن طريق الحاجات دي كلها. انت شوف مراتك واشبعها حب واحتواء، وده من الطرفين سواء الراجل أو الست. اتكلموا مع بعض وبعدوا الجفاء عن البيوت، لأن ده هو اللي بيدمر أي علاقة. ده مش مبرر طبعا للخيانة من الطرفين، لكن ده مهم وهو اللي بيخلي البيوت مستقرة. وحتى قبل كل ده علشان ربنا يكون راضي عنكم وعن بيوتكم. بالنسبة لإبراهيم بقى، انت في النهاية قلت أنا طلبت من المحامي يرفع قضية إسقاط نسب، وإيه كمان؟ فاضل إيه تاني سيء لسه ما عملتهوش؟ عايزة أقولك اتقي ربنا وعايزة أقولك نصيحة أخيرة برضو، روح لدكتور و2 و10 حتى عشان تطمن، طالما انت مش مصدق الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده. ولو حصل واتأكدت وانا واثقة من ده، روح لمراتك زي ما قلت لك قبل كده ونتمنى انها تسامحك. انا بطلب منك تروح لاكتر من دكتور علشان ايه؟ علشان توقف الشك اللي عندك ده. بس انت للأسف اتحولت لشخص شكاك، وده عيب خطير جدا في اي راجل، مفيش ست تستحمله. انا مش هقدر اوجه رسالة لسلمى مراتك انها تسامحك لو عملت كده، لان في حاجات صعبة جدا انها تتنسي زي اللي حصل معاها كده منك. ربنا يسترنا جميعا ويستر بيوتنا وكل بيوت المسلمين، والدعوة دي خير ختام. وشكرا لكم، واشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات مريم.